السلام، مرحبا بكم في القناه ديالي شي واتسوكيش. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم كيكه اقتصاديه ما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت وسريعه في التحضير، وحتى المقادير موجودين في اي دار. نخليكم دابا ان شاء الله مع الفيديو، مفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الكيكه كنحتاج 5 بيضات على درجه حراره الغرفه، مع كاس ديال الزيت نباتيه، كاس ديال السكر سنيده، دانون ديال الفاني، 5 الخمارات، 2 معالق كبار ديال الخل، قبيصه الملح، ساشي ديال الفاني، و2 كيسان ونص ديال الفوست خاص بالحلويات ومغربل، ما يعادل 250 غرام. كناخذ زلافه كندير فيها البيض هو الاول، من بعد غادي نزيد عليه سكر سنيده. هنا بطبيعه الحال السكر كيبقى على حسب الذوق، تقدروا ديروا حتى الكاس ونص ديال السكر. من بعد غادي نزيد الملح اللي كتقاد ديال المذاق، وكنزيد ساشي ديال الفاني. من بعد كنخلط هاد المكونات مزيان وبعد زيادهم حتى كيذوب ليا السكر في البيض. في هذه المرحله هذه تقدروا تستعملوا يا اما الطراب اليدوي او الطراب الكهربائي، كيبقاو بحال بحال. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنخلط مزيان البيض مع السكر غادي نزيد زيت نباتيه، كنضيف معاه كذلك دانون ديال الفاني. تقدروا تستعملوا اي نوع ديال دانون كيعجبكم. كنعاود نخلط هاد المكونات مزيان من بعضياتهم حتى كيتجانسوا ليا العناصر مع بعضياتهم مزيان. صافي، هنا غير كيبان ليا بلي الزيت ودانون نساجموا مع المكونات. غادي نزيد دابا نصف الكميه ديال الفورص، وغادي نزيد معاه كذلك 5 الخمارات، وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى ما كيبقاوش يبانوا ليا الحبيبات ديال الفورص والخمارات باينين في الخليط. وفي الاول ملي كنزيد الفورص ضروري ما نحرك غير بشويه باش ما يطرش الفورص من الجناب، وغير كيبان ليا تخلط تقريبا كامل، عاد باش كنزيد نخلط مزيان بيدي حتى هاد الحبيبات اللي كيبانوا لكم ديال الفورص ما كيبقاوش باينين. صافي، ومن بعد غادي نزيد الكميه اللي بقات لي ديال الفورص وغادي نخلطها حتى هي. وكيف ما قلت لكم في الاول كنخلط غير بشويه حتى كيبان لي الفورص نساجم كامل، عاد باش غادي نبدا نخلط مزيان. صافي، اخر حاجه كتبقى لي نزيدها هو الخل اللي كنخليه هو الاخر باش كيخلي الكيكه كتجي مفشوشه وزوينه ملي كطيب في الفران. صافي، وهذا هو القوام ديال الكيكه كيفاش خاصو يكون. كناخذ مول ديال الكيكه كندهنو بالزبده وكنرش عليه الفرص وكندخلو للثلاجه بما يوجد الخليط ديال الكيكه. وكيف ما قلت لكم في الكيكه باش كتجيكم هكا مفشوشه وطالعه وزوينه في الطياب ديالها، السر الاول هو انكم تخليو الخل تضيفوه هو الاخر، وفي السر الثاني هو ملي تبغيو تخويو الخليط ديال الكيكه في المول ديالكم تهزوا ايديكم هكا شويه باش كيدخل الهواء مع الخليط، وملي كتدخلوها الطيب كتجي هكا طالعه ومفشوشه وزوينه. صافي، من بعد كندخلها كطيب في الفران اللي كتكون شاعلت اليدخل من قبل على درجه حراره 180، وكنشعل لها من التحت هو الاول حتى كتبان لي تنفخات وتحمرات من الجناب، عاد باش كنشعل لها من الفوق وكنخليها حتى كتحمر. وبالنسبه للمده ديال الطيب كتاخذ ما بين 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه، وكتبقى على حسب الفران ديال كل واحد. صافي، ملي كطيب الكيكه كنخرجها من الفران وكنزينها هكا بالخطوط ديال الشوكولا اللي كنكون ذوبته في حمام مريم، وزدت عليه معلقه كبيره ديال الزيت نباتيه. وملي ساليت ما بقاش عجبني شكل الخطوط ديال الشوكولا ودهنتها كامله من الفوق، وكنزينها بالنوغا. الا بغيتوا الطريقه ديالها قولوها لي في لي كومونتير نشارك معكم في الفيديو الجاي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. كنتمنى انها لطفت اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم جربتوها ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش تقولوا لي الراي ديالكم في هذه الوصفه هذه، وشنو هي الحاجه اللي عجبتكم فيها وشنو هي الحاجه اللي ما عجبتكمش. وما تنساوش تقولوا لي حتى شنو تبغيوني نشارك معكم في لي فيديو الجايين، وعطيوني افكار على شنو تبغيوني نشارك معكم. وبصحه وراحه.